أسعد الله مساءكم مشاهدي بين سبورتس في كل مكان، حياكم الله في تغطية بين سبورتس المتواصلة لأحداث ولقاءات كأس العالم. سنكون معكم على أبرز لقاءات دور 32 حينما يلتقي المنتخب الأسترالي بالمنتخب المصري في لقاء منتظر لكلا المنتخبين. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بين سبورتس نجوم الكرة العربية، بداية مع نجم الكرة المصرية وبطل أفريقيا كابتن محمد أبو تريكة. مساء الخير كابتن. مساء النور كابتن عبد العزيز. كما نرحب أيضا بنجم الكرة السعودية سابقا كابتن ياسر القحطاني. مساء الخير كابتن. مساء النور عبد العزيز، أهلا. ونرحب أيضا ببطل أفريقيا مع المنتخب المصري كابتن أحمد المحمدي. مساء الخير. مساء الخير عبد العزيز. أهلا بحضراتكم جميعا مشاهدينا الأعزاء. لقاء منتظر إذن للمنتخب المصري، لقاء يعني الكثير للجميع وللمصريين، والجميع يأمل بأن يحقق أداء بداية المنتخب المصري أمام أستراليا ونتيجة مميزة للتأهل لدور 16. لقاء منتظر، ظروف عديدة، غيابات كثيرة، لكن هناك تعويل على المنتخب المصري وحسام حسن للوصول بعيدا. كابتن محمد، عاوزين نتبسط، منتخبنا بسطنا 3 ماتشات اللي قبل كده، عاوزين نكمل الانبساط، الدنيا كلها منتظره. وانا قلت ان المنتخب ده لمس قلوب المصريين، وكل مباراه بالنسبه لهم عيد. النهارده التجمعات في كل حته، القهاوي والكافيهات والشوارع، ففي انتظار بقى ان احنا نقدم ملحمه. انتوا دخلتوا التاريخ، عاوزين نكمل بقى الملحمه. عندنا كل الامكانيات رغم الغيابات والاصابات والظروف، عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نوصل لدور ال 16، بس ده محتاج جهد وتركيز. بنلاعب فرقه رزله، المباراه دي تكسب بالعقول وبالحرفنه بتاعت المصريين، فان شاء الله الولاد قدها، وعندنا ثقه في الكابتن حسام وثقه في اللاعبين وثقه في الموجودين ان احنا نكمل هذا المشوار وهذه الملحمه اللي بدات ب3 مباريات في المجموعات.